السلام عليكم. في نوعيات من البشر عايشين معانا الشرع ده ما عداش عليهم خالص، وده اللي هنعرفه في جريمة عزة. بس قبل ما نبدأ ما تنسوش اللايك والاشتراك في القناة لو بيعجبك المحتوى اللي بنقدمه. الجريمة بدأت ببنت اسمها عزة. عزة دي من عيلة غلابة قوي، يعني كانت عايشة مع أمها وأخوها اللي اسمه طارق اللي كان معاه دبلوم، وهي يعتبر اللي كانت بتصرف على البيت لأن كان معاش أمها ما بيقضيش يعني. فالمهم هي عزة دي كانت شغالة في موضوع محلات العبايات القماش الحاجات اللي زي دي يعني. فجت في أحد المرات اشتغلت مع واحد اسمه الحاج كرم. فالحاج كرم ده كان راجل محترم ومعروف عنه ان هو انسان كويس، بس كان كبير. والحاج كرم ده كان متجوز وعنده بنت واحده اسمها فاتن، وكانت مراته برضه ست كبيره وكان عايش على قده كده. فالمهم جه طبعا لما جت طلبت انها تشتغل عنده، وهي طبعا عندها خبره وفاهمه، فجه طبعا شغلها ومسكها المحل. الحاج كرم ده يعني زي ما تقولوا ايه، مثالي قوي يعني، ولا بيروح ولا بيجي. فابتدت عزة تغريه. يعني ايه يا جماعه تغريه؟ تحاول تحرك فيه احساس ومشاعر بحيث ان ايه، تجوله العلاقه وتاخد منه قرشين يعني. وبالمناسبه يا جماعه هي كانت شغاله في محلات على اساس كده، لان بعد كده هنعرف ان عزة دي اصلا كانت حملت من واحد قبل كده وسقطت نفسها وهي مش بنت اصلا. المهم جه طبعا الحاج كرم في الاول ما كانش في دماغه يعني، لكن لما ابتدت عزة تلبس كويس وتتمكيج وكانها رايحه فرح، فابتدى كرم يبص لها بصه تانية، وابتدت بقى تتدلع عليه. وانتوا عارفين طبعا النوعيات دي بيبقى سهل يعني يوقعوا الناس الكبار دول. فبالفعل ابتدى مره في مره وهم داخلين جوه المخزن بيجيبوا اللي هو بضاعه وقماش والاتواب والحاجات اللي زي دي، فجت عملت ان هي اغمى عليها، وقامت جايه طبعا شايلها وابتدت تاخد عليه يعني. فجه الحاج كرم في احد المرات جه ضعف برضه، وحصل بينهم وبين بعض علاقه جوه المخزن. هو المحل عباره عن في اوضه كده جوه اللي هي فيها الادواب، والاوضه دي لها باب بيتقفل يعني. وبالفعل اول ما حصل بقى العلاقه اللي هي كانت عايزاها تحصل عزة، جه طبعا الحاج كرم لا معلش غصب عني وخدي المبلغ ده وخلاص على كده. فالمهم جت قالت له ما فيش مشكله. بالمناسبه الحاج كرم استغرب يعني بعد العلاقه دي، هو استغرب ليه؟ لانها ما طلعتش بنت يعني، هي اللي اسمها عزة دي ما طلعتش بنت. فالمهم جه بيقول لها ازاي يعني؟ قالت له معلش اصل انا كنت اتجوزت عرفي وما حصلش نصيب وما كملناش مع بعض. فلما عرف الحاج كرم بقى انها مش بنت كانت متجوزه عرفي قبل كده، تمادى يعني. مره جابت مره لدرجه ان هو اجر شقه بيتقابلوا مع بعض فيها لما يبقى في وقت يعني الحاج كرم فاضي فيه. بعد فتره جت عزة قالت له جوزني عرفي عشان كده انا خايفه والناس واخويا وسمعتي. فالمهم جه الحاج كرم بالفعل اتجوزها عرفي، واشترى الشقه اللي كان مأجرها اللي كانوا بيتقابلوا فيها، اشتراها. مين في الوقت ده اللي شافت ابوها وهو بيتغير؟ فاتن بنته. طبعا مراته كانت على قدها، كانت غلبانه ومريضه وما فيش دماغها اي حاجه، لكن فاتن لقت ابوها بيتغير، لقيت ابوها اولا بينزل كتير، مهتم بنفسه قوي لدرجه ان هو راح صبغ شعره. فهي استغربت فاتن من الموضوع اللي زي ده. وطبعا فاتن دي كانت متجوزه وعايشه حياتها، وهي اصلا كانت مدرسه فما كانتش بتروح المحل ده خالص. فابتدت تتجه لابوها وتروح المحل، فلقت اللي اسمها عزة دي هناك. فاول ما شافت عزة طبعا عزة عشان فاهمه عملت بقى ان هي ايه، تمام ومفيش اي حاجه ومحترمه والورع. بس فاتن شافت فيها حاجه غلط. ليه بقى؟ طريقه لبسها، طريقه كلامها، الميك اب اللي حطاه. ففاتن استغربت، فراحت قالت لابوها، قالت لها انت ايه اللي جايبها دي؟ مين دي اصلا؟ قال لها دي بنت غلبانه تجري على امها واخوها وملهاش حد وتقدري تسالي يعني. طبعا فاتن في الاول يعني زي ما تقولوا ايه، ما كانش في دماغها او كبرت دماغها من الموضوع. لكن ابوها ابتدت تشك فيه لانه ابتدى يغيب كتير يعني. كان يجي مثلا يقول لها انا اروح اجيب اتواب وممكن يغيب بالثلاث اربع ساعات. ليه؟ لان كانت امها هي اللي بتتصل بيها تقول لها، لان في مواعيد دواء هي بتاخدها اضطرت ان فاتن هي اللي تروح تديها لها، اللي كان الحاج كرم هو اللي بيديها الدواء ده. المهم مع الوقت ابتدت عزة تفكر وتقول كده، فاتن دي شكلها تكشف الليله دي، وانا كده هطلع من مولد بلا حمص، اخره هيقطع الورقتين ويديني قرشين وخلاص على كده، انا لازم يخليه يكتب لي الشقه دي باسمي. فالمهم جت قالت له انا عايزه الشقه دي تكتبها باسمي عشان لو حصل اي حاجه. الحاج كرم بقى يا جماعه رغم ان هو اشترى شقه ورغم ان هو اتجوز عرفي، الا كان بخيل قوي يعني. مش سهل ان هو يطلع جنيه يعني، لانه اغلبيه التجار اللي زي دول بيبقى كده يا جماعه. فبالفعل جه لها لا واحنا عايشين كويس وانت عوزتي حاجه وانا قلت لك لا. وبعد فتره جت ام عزة توفت. فطبعا طارق اللي كان قاعد مع امه ما عرفش يقعد مع مين، فراح قعد مع عزة في الشقه بتاعت كرم ده اللي هو شاريها. فطبعا جت قالت لكرم، قال لها ما فيش مشكله بس وقت ما نيجي نقعد مع بعض واجيلك لازم طارق ده يمشي، ما ينفعش انه يبقى موجود في الشقه. فابتدى الموضوع ياخد محور تاني خالص، ان فاتن شاكه في ابوها، وعزة في نفس الوقت خايفه من فاتن دي لا تكشف الموضوع، لان لو كشفت الموضوع طبعا عزة خلاص يعني، عزة مش هينوبها اي حاجه، اخرها تاخد قرشين وخلاص على كده. فتعمل ايه عزة؟ ابتدت تفكر
بتفكر ان هي عايزه تربط الراجل ده بحيث ان يبقى ليها منه طفل او ليها منه اي وريث، انها تورث معايا، على ان اللي اسمه كرم ده غني وعنده عمارتين وعنده محل وكده كده الراجل ده مبسوط، فهي طالما ما كتبلهاش الشقه فهي عايزه تطلع منه باي مصلحه. فمين اللي كان قدامها في الموضوع ده او مين اللي قالت له الموضوع ده؟ اخوها طارق. وبالمناسبه يا جماعه طارق ده كان شمال، بيشرب شويه يشتغل شويه يقعد، كان مقضيها، وكانت عزه هي اللي بتصرف عليه طول عمره، هو ماشي كده، وكان اصغر منها بحوالي 3 سنين. فجت كلمت اخوها طارق وبتقول له طب احنا وبعدين الراجل ده لو اتعرف ان بنته واكتشفت ان احنا مش هنلاقي حاجه وهترمي انا وانت في الشارع، ما كده كده امك ماتت والراجل خد الشقه، يعني احنا ملناش حته الا دي، هنعمل ايه؟ فلازم نعمل اي مصلحه. فالمهم قال لها انت بتفكري في ايه يعني؟ قالت له بص يا طارق، الحل الوحيد انا ما امنش حد الا انت، انا عايز احمل من الراجل ده بحيث ان يبقى ليا ورث، على الاقل انه يكتب لي الشقه دي، يبقى احنا في حاجه طلعنا بيها. فالمهم قال لها تحملي ايه؟ هو ده راجل حد يحمل منه؟ ده يعني على الله حكايته زي ما بيقولوا كده. قلت له ما انا هقول لك بقى، احنا هنتعامل مع بعض. فالمهم طارق في الاول استغرب اتخض، قال لها ازاي؟ ده انت اختي، ازاي نعمل كده؟ قالت له اسمع بس، انا هديك فلوس وهديك مبلغ، انت هتبقى معايا بالنص في كل حاجه. فالمهم طبعا عشان طارق شمال وعشان الاتنين اصلا شمال ومش في دماغهم اي شرع ولا اي دين، واللي يبيعوا نفسهم زي دول فاقل حاجه يعملوها يعني. وبالفعل جه طارق ابتدى يمارس مع اخته الرذيله او الزنا، وبالفعل جت عزه حملت من طارق. فاول ما عزه حملت كانت فاتن ابتدت تراقب ابوها وعرفت ان هو على علاقه باللي اسمها عزه دي. فطبعا جت فاتن المحل وخلت ابوها مش موجود وراحت للي اسمها عزه دي، قالت لها انا عارفه اللي بينك وبين ابويا، وانا عرفت هو بيعمل ايه، وعرفت ان انتوا مع بعض على علاقه، بعيدي عن ابويا عشان ما بلغش البوليس وخليهم يمسكوكي ووديكي في داهيه. انا عارف انت بتلعبي على ايه، انسي، سيبك من الراجل الكبير حرام عليكي، وبعدين الراجل الكبير ده انا امي تعبانه وهو اللي بيوليها، ما تدمريش حياتنا، بعيدي عننا. وجت حتى فاتن وهي بتقول لها كده انا عارفه ان انت بتعملي كده عشان الفلوس، انا هديكي مبلغ بس ابعدي. طبعا عزه جت بكل لا مبالاه وبتقول لها ابعد ايه؟ ده جوزي، وبعدين ده ابو ابني. فجت فاتن في الوقت ده استغربت، ابنك ايه؟ قالت ما انا حامل من ابوكي. ازاي يعني حامل من ابويا؟ فطبعا لما قالت لها الكلام ده تعمل ايه بقى عزه؟ قالت بس لو قالت لابوها الكلام ده وابوها جه هيكتشفوا الموضوع كله، الحل الوحيد ان انا اخلص منه. فجت طبعا اللي اسمه الحاج كرم ده كان بياخد ليها المقويات، وده امر طبيعي لاي حد. قامت جايه طارق اخوها الشمال ده خلته يجيب ليها حبات من المضروبه دي، وقامت جايه ضربهم في العصير، وجه طبعا وهو معاها وهي مش معرفه ان هي حامل ولا حاجه، قامت جايه مديله العصير. فجه طبعا وهو بيتعامل معاها جه طبعا مسك صدره طبق عليه، قام جاي ميت. فجت طبعا عزه قامت جايه مصوته، ولما الناس عشان تثبت حاله ان هو كان معاها وان هو مات موته طبيعيه. ليه بقى يا جماعه؟ عشان لما يجي الشرطه او عشان لما يجي الناس تشوف تعرف ان هو ميت وهو كان معاها في علاقه، وتعرف ان هي كان متجوزه عرفي، فيبقى هي لها الحق لو قالت انها حامل، وفي نفس الوقت تداري خالص موضوع انها قتلته خالص. وبالفعل طبعا قاموا جايين مبلغين فاتن. فجت فاتن جري. ففاتن طبعا اول ما شافت ابوها وعرفت ان هو مات فراحت على طول على الشرطه وقدمت فيها بلاغ ان هي اللي قتلت ابوها الحاج كرم. فطبعا عزه جت قالت لها ازاي؟ ده كان معايا وانا ما عملتش حاجه، ما الطب يثبت. وفعلا اثبت ان هو ميت اوفر دوس بالمقويات اللي كان بياخدها دي، وما فيش اي حاجه تثبت ان هي قتلته او اديته اي حاجه او تعمدت انها تقتله. لكن المفاجاه يا جماعه اللي فاتن كانت مخبيها على عزه ان ابوها اصلا ما بيخلفش. يعني ابوها بعد ما جاب فاتن ابوها حاول ان هو يخلف ولد لانه كان نفسه في ولد، بس للاسف ما بيخلفش. وقدمت طبعا الاوراق اللي تثبت ان الحاج كرم ما بيخلفش. ولما جم يا جماعه يمسكوا عزه عشان يعرفوا يعني انت كنتي مع الحاج كرم ومتجوزه عرفي، امال انت حامل من مين؟ فالمهم بعد ضغط بعد التحريات اكتشفت ان هي كانت حامل من اخوها طارق، وكان السبب انها تحمل منه انها تبقى لها حق في الورث من كرم، وهي اللي قتلت كرم وحطت له المقويات اللي هي غلط عشان خاطر يموت وهو معاها ويبقى الموضوع عادي جدا. وبالمناسبة طارق كان هيهرب واتمسك واخد 10 سنين، وفاتن يا جماعة اخدت اعدام، بس قبل ما تتعدم سقطت الطفل اللي كانت حامل فيه من اخوها. ودي قصة من ضمن القصص. وزي ما قلنا في الاول يا جماعة في ناس الشرع ما عداش عليهم، يعني فين هنا الشرع فين الدين؟ اي انسان ممكن يطمع، اي انسان ممكن يمشي غلط، اي انسان ممكن يعني نفسه تسوي له حاجات يعملها. مش لدرجه كده احنا وصلنا لفين هنا؟ يعني انا عقلي يا جماعه بنشوف، احنا بقينا بنشوف حاجات غريبه. يعني ايه واحده تتفق مع اخوها عشان خاطر ورث ولا عشان خاطر شقه ولا عشان خاطر فلوس؟ ازاي؟ فين هنا الضمير؟ طب ما بلاش الضمير، فين هنا صله الرحم؟
انتوا مش مستحيل تكونوا بني ادمين، ده الحيوانات نفسها ما تعملش كده. يعني لو جيتوا كده جبتوا الحيوانات، عمر ما الحيوانات تعمل كده. ما فيش حيوان يحمل من امه او يحمل من اخوه، مستحيل. ايه اللي احنا وصلنا له ده؟ ودي رساله يا جماعه لاي انسانه او انسان دايما بنقولها، ودي قاعده ثابته: اللي يمشي شمال لازم اخرته تبقى بشعه، اللي يمشي غلط لازم دي تبقى نهايته ونهايه اي شخص ما بيخافش ربنا، ونهايه اي شخص بيموت ضميره في نظير شويه فلوس يكسبها. ونفترض انك كسبت فلوس، وبعدها هتعمل ايه بالفلوس؟ نفترض انك بقيت غني، ضميرك انت فين؟ هل وانت غني هتعيش كويس؟ هل وانت غني هتنسى خالص ان انت عملت مصيبه؟ مستحيل يا جماعه. ويا ريت يا جماعه نشير المحتوى ده عشان ناس كتير تشوف البلاوي اللي بتحصل، عشان ناس كتير تخلي بالها. الناس الكبار دول في ظل المغريات الموجوده وفي ظل البلاوي اللي بنشوفها في السوشيال ميديا وبنشوفها في الحياه بقوا لقمه طريه، المفروض يخلوا بالهم. ودي رساله لاي بنت او ولد: خافوا ربنا، اتقوا الله، لان في الاخير مفيش حاجه اسمها جريمه كامله. واللي وصل معانا لغايه هنا ما ينساش اللايك والاشتراك في القناه لو بيعجبك المحتوى بنقدمه. واشوفكم القضيه الجايه او القصه الجايه، والسلام عليكم.